كل مرة كان بيقف قدام الباب البيت يسأل نفسه، المرة دي بابا هيقول لي ايه؟ نجحت؟ ممكن احسن؟ غلط؟ انا قلت لك قبل كده. حتى لما حاول ما كانش بيسمع غير النقد بس واللي ناقص عنده. ومع الوقت بقى الصوت اللي جواه شبه صوت ابوه: انا مش كفاية، انا هفشل، اكيد في حد احسن مني. النقد ما وقفش عند الكلام، فضل عايش جواه. كل قرار، كل خطوة، كل محاولة في صوت بيراجعه وبيشككه. النقد المستمر مش دايما بيبني، اوقات كتير بيزرع الشك جوه الولاد. والطفل اللي كبر وهو شايف نفسه دايما غلط ودايما غلطان بيكبر وهو مش واثق في نفسه ابدا ومش واثق في قراراته. مش كل تصحيح لازم يكون نقد، ومش كل غلط محتاج تعليق. اوقات نظرة رضا او كلمة دعم او نطنش ونسيبه خالص بتبني اكتر من 1000 ملاحظة، علشان في الاخر ابنك هيبقى الصوت اللي اتعود يسمعه منك.